إبراهيم باشا الملي زعيم الإمارة الملية في شمال الجزيرة السورية. ولد إبراهيم باشا الملي في عام 1845 من أسرة تزعمت قبيلة الملية أو الملان الكردية في الجزيرة الفراتية، وكان مركزهم ويران شهر الواقعة حالياً في منطقة أورفا قرب الحدود السورية التركية الحالية. تسلم إبراهيم زعامة المليين من والده محمود بيك في عام 1877، فأخذ كأسلافه يتوسع في المنطقة في بداية عهده، خاصة في المناطق الواقعة بين ماردين وآمد، مما أزعج السلطات الحكومية التي أجرت حملة عسكرية واعتقلته ونفته إلى سيواس، ولكنه تمكن بعد ذلك من الهروب من منفاه والرجوع إلى مسقط رأسه ويران شهر، حيث صب اهتمامه على الشؤون الداخلية لقبيلته، وعرف كيف ينال حظوة في الباب العالي، وفي نفس الوقت يثير إعجاب الأوروبيين بمعاملته المثالية للسكان المسيحيين في المنطقة. وكانت النتيجة أنه كرم ليس فقط بغض طرف إسطنبول عنه، ولكن أيضاً حصل على لقب إبراهيم الباشا، وأصبح قائداً ل5 أفواج حميدية في كردستان تركيا، مع وجود 6000 من رجاله الذين تسلحوا من قبل الحكومة. وبحلول عام 1901 تكلم المراقبون الغربيون عن إعجابهم بالإمبراطورية الصغيرة التي كان إبراهيم باشا يديرها من معقله في ويران شهر، والتي امتدت جنوبا حتى مصيف جبل عبد العزيز، وكان له عدة ألقاب، منها أمير الأمراء ميرا ميران، وكان العرب يسمونه الحوت وأخو نورا وخيال الشعلة. ازداد نفوذ إبراهيم باشا يوماً بعد يوم، وبدأ باستعمال سياسة العصا والجزر مع القبائل الكردية والعربية الساكنة بين آمد وأورفا. وعلى الرغم من العلاقة القوية بينه وبين السلطان عبد الحميد الثاني، إلا أن إبراهيم باشا عارض السلطان، فاتخذ موقفاً إيجابياً من الأرمن أثناء المرحلة الأولى من المذابح، وتمكن من إنقاذ حوالي 10,000 أرمني. وكذلك في سنة 1905 عندما أمره السلطان بالتوجه مع لواءين من الحميدية إلى اليمن للقضاء على تمرد وقع هناك، إلا أن إبراهيم باشا رفض هذا الأمر بحزم. تعاظمت قوة إبراهيم باشا يوماً بعد يوم، فقد امتلك مئات الألوف من رؤوس الأغنام وعشرات الآلاف من الخيول وآلاف الجمال و5,000 قطعة سلاح، وامتدت سلطته على مساحة 400 قرية، وبلغ عدد أفراد العشائر الخاضعين له 10,000 عائلة، وألزم جميع العشائر الخاضعة له بدفع الإتاوات مقابل حمايتهم، وصار يقود لوحده 5 ألوية حميدية من مجموع 7 ألوية، وكان ذلك قوة عسكرية كبيرة. وتحول إبراهيم باشا بفعل هذه القوة إلى ثاني أغنى رجل في الدولة العثمانية بعد السلطان. انقلبت الأمور في تموز 1908 بعد قيام الاتحاديين بانقلاب ضد السلطان عبد الحميد الثاني، وإجباره على الحكم وفق دستور على غرار الدول الأوروبية. وسرعان ما أدى هذا الانقلاب إلى سقوط معظم الرموز والقوى التي كانت تدعم السلطان عبد الحميد الثاني، ويأتي على رأسهم إبراهيم باشا الملي. فبعد أن سيطر الاتحاديون على الحكم، كان من أهم أولوياتهم القضاء على نفوذ إبراهيم باشا الذي أعلن بدوره الثورة، وأراد تحويل سوريا إلى قاعدة للتحرك ضد الاتحاديين، وجمع حوله 5,000 فارس. وخلال أيام وقعت المنطقة الممتدة بين أرزنجان ودير الزور تحت سيطرته، ولكن الحكومة الجديدة حرضت عليه العشائر، كما هاجمت قوات من الجيش العثماني مركز حكمه ويران شهر. وبعد معارك كبيرة قرب ويران شهر انسحبت قوات الحكومة بعد أن تركت وراءها 300 بين قتيل وجريح، ولكن ما لبثت أن وصلت إمدادات إلى القوات الحكومية من عدة ولايات قريبة. اضطر على إثرها إبراهيم باشا إلى الانسحاب والتوجه إلى الجبال المحيطة بمنطقة شنغال للتحصن فيها، لكنه اضطر فيما بعد أن يعود باتجاه أورفا، واصطدمت قواته في منطقة قريبة بالقوات الحكومية التي كانت تلاحقه. وتوفي إبراهيم باشا في هذه المنطقة في يوم 13 من شهر تشرين الثاني من عام 1908. وبعد وفاته استسلمت أغلب قواته من الحميدية للقوات الحكومية، واضطر أبناؤه وهم عبد الحميد ومحمود وإسماعيل وخليل وعبد الرحمن وتيمور للتوجه شمالاً بعد أن كانوا قد وصلوا قرب الحسكة. وعندما وصلوا شمال نصيبين وبالقرب من زين العابدين حاصرتهم القوات التركية، حيث دارت رحى معركة بين قوات عبد الحميد بيك الابن الأكبر لإبراهيم باشا والقوات التركية، وبسبب التفوق التركي الكبير في العدد والعدة كانت الغلبة لهم. وهنا أشارت زوجة إبراهيم باشا خنسة خانم لأولادها بضرورة إنهاء الثورة بغية الحفاظ على ما تبقى من القوات والأموال، لأن استمرارها في مثل هذه الظروف يعني الانتحار للجميع.
وهكذا انهارت الإمارة الملية وتسلمت قيادة القبيلة خنس خانم وولدها محمود حتى عشرينيات القرن العشرين، واندمج فيما بعد كل من محمود وخليل إبراهيم باشا في الحياة الوطنية السورية، وكانا من المؤسسين للبرلمان السوري.